ازيكم يا حلوين، وحشتوني كتير. انا قلت بما اننا عندنا قصة خلاص على وشك انها تخلص، يبقى اجيب لكم قصة جديدة. وقصتنا النهاردة للخدامة اللي بتخدع الدوق وبتتجوزه على انها اميرة. بتمنى انها تعجبكم زي ما عجبتني، وما تنسوش انكم تدعموني باللايك والاشتراك. ويلا بينا نبدأ قصتنا. القصة بتبدأ مع بنت وهي بتجري ناحية شعاع الضوء اللي بيظهر في أوضة ضلمة بمجرد ما بيتفتح باب الأوضة، وقالت لنفسها ازاي ممكن انها تقدر تنام في وقت زي ده. وكانت بتبص العربية بره وبتشوف قدامها قلعة، وقالت إنها ممكن تتقتل في القلعة دي النهاردة. وبنرجع بالقصة الأسبوع، وبنشوف آنا ابنة الدوق وهي عاملة ضجة جامدة، وبتقول لوالدها إنها مش هتتجوز أبدا من دوق من عامة الناس. ووالدها كان بيحاول إن هو يهديها، بس هي بتقوله إنها بتفضل إنها تعيش في العشوائيات ولا إنها تتجوز منه أبدا. وبدأت تبكي وتقوله إزاي إن هو يبيعها لواحد زي ده، وسألته إذا كان هو سمع الإشاعات عنه. فرد عليها والدها إن ده أمر من الملك، ولو هو ما نفذش الأمر وامتثلوا الأمر الملك فهو عارف هيحصل لهم إيه. وفكرها بآخر ملك حكم أرضهم، وبإن دولتهم كانت أرض خصبة وغنية لغاية ما تولى الملك الراحل العرش، وكان طاغية ما بيرحمش أبدا، وما كانش بيهتم غير برغباته، وما انتبهش أبدا لبلده، وكان فارق معاه بس تحقيق رغباته الأنانية. واعتدى بتهور على ستات كتير، وما اهتمش إذا كانوا بينتموا للقصر أو من العامة أو حتى من الخدم. وكل ده خلى الأرض بقت كحلة، وزادت كراهية الناس للملك. وقتها قاد الملك الحالي وهو اسمه سيدون الناس لأنهم يتحدوا ويتمردوا، والنتيجة كانت معركة شرسة واندبح فيها الملك الراحل، واتحصرت الملكة والأمير داخل القصر. وبعدها سيدون اللي هو قاد التمرد بقى هو الملك الحالي، ومنح سيدون لقب الدوق لفارس عنده من العوام، والفارس ده كان هو بطل الحرب واسمه إيلاي. وكل الناس عارفة إن إيلاي كان هو الدراع اليمين لسيدون وقت الحرب، واقتحم ساحة المعركة وحرس سيدون وكان جنبه دايما، وذبح إيلاي كل اللي وقف ضدهم، ومهتمش إذا كان العدو راجل أو ست أو طفل أو حتى عجوز. هو فعلا شخص قاسي. أنا لما بتسمع الكلام ده بتترعش من الخوف، وصرخت في والدها وقالت له خلي الملك ياخد أرضك وثروتك، وليه أنا اللي أكون الضحية من بين كل أخواتي. وحاولت والدتها إنها تمنعها من إنها تقول الكلام ده، فصرخ عليها والدها وقال لها إن الأمر مش سهل زي ما أنت متوقعة، لأن هم عارفين إن عيلته وقفت بجانب الملك الراحل وسندته لغاية ما الحرب ما خلصت، وكان من الممكن إن سيدون يأمر بإعدام العيلة كلها بعد ما تولى هو العرش، بس هو أظهر ليهم الرحمة، ولو هم ما طاعوش الأمر دلوقتي فهيقتل ويحرق أسرتهم كلها وهيبيدهم كلهم من على الأرض. وقال لها إن كل أخواتك صغيرين ولسه ما تموش ال10 سنين، وإن هو كمان مش عاوز يجوزها إيلاي، بس مفيش في إيديه طريقة تانية يقدر إن هما يتخطوا بيها الأمر. وطلب منها إنها ما ترفضش وإنها تفكر في مستقبل الأسرة. أنا بتكون مصدومة ومسيطر عليها الغضب والحزن، وقالت له إزاي موافق على جوازي من واحد من عامة الناس، وصرخت فيه بإن أرضهم وقلعتهم ما تساويش كتير، وإنها هي اللي لازم تكون في المرتبة الأولى بالنسبة له حتى لو الأمر كلف ثروته كلها. فصرخ عليها والدها وأمرها بإنها تسكت. وفجأة لما بيلف بيشوف خدامة وهي بتحط حطب في المدفأة، وفكر في إنه هو ما شافهاش قبل كده، ولاحظ إن شعر الخدامة دي بيشبه كتير لشعر بنته، ووقف وبدأ يفكر مع نفسه اللحظات. وكانت آنا بتبكي وبتقول إنها بتفضل إنها تموت على إنها تتجوز إيلاي، وإنها مش هتتجوزه حتى لو ده كلفها حياتها. وفجأة بتيجي فكرة في دماغ والدها وبيبدأ يبتسم بطريقة شريرة، وبص لآنا وقال لها إن هو هيعمل لها اللي هي عاوزاه. فسألته آنا وهي مصدومة إذا كان بيقول لها الحقيقة وإنه مش هيجبرها على الجواز من إيلاي. فبيروح والدها للخدامة وبيمسكها من دراعها وبيقول لعيلته إنه هيبعت الخدامة دي لإيلاي علشان يتجوزها بدل من آنا. فبيتصدموا كلهم بما فيهم الخدامة. وطلب والد آنا من زوجته إنها تقيم في البيت مع البنت دي علشان تعلمها آداب النبلاء لمدة أسبوع، وقال لآنا إن الخدامة بعد أسبوع هتلبس زيها وهيبعتوها هي لإيلاي. فسألته آنا إذا كان ده في خطر عليهم وإيه اللي هيحصل لو اتقبض عليهم، بس هو بيطمنها وبيقول لها إن هم هينشروا خبر إن بنتهم مريضة بمرض خطير، وإذا اتقبض عليهم فهيقولوا إنهم بعتوا البنت دي بخبر مرض آنا، لكنها هي اللي حاولت الاستفادة من الموقف ده لأنها كانت عاوزة ترفع مكانتها. وإذا حاولت الخدامة إنها تهرب أو تكشف عن خطتهم فهي بكده هتأذي نفسها وهتنهي حياتها بإيديها. فطلبت منه آنا إن هو يسمح لها بإنها هي اللي تعلمها، لأنهم ما عندهمش وقت كفاية وإنها لازم تنجح. وكانت بتقول كده وهي مبتسمة والفرحة في عينيها. وبنرجع للوقت الحالي،
وكان إيلاي واقف على قمة القلعة وبيراقب عربية وهي بتقرب من القلعة، وبيعتقد إن آنا أمرها انتهى هنا. وبنرجع تاني لآنا لما كانت بتعلم الخدامة آداب النبلاء، وكانت بتضربها على إيديها وبتتهمها بالغباء، وكانت بتعلمها إزاي تاكل بطريقة صحيحة. وقالت لها هو أنا كم مرة المفروض أقولك ما تاكليش بسرعة، وإن الحيوانات بتفهم أكتر منك. وكانت الخدامة بتبصلها وآنا مستمرة في توبيخها، فأمرتها بإنها ما تبصلهاش بالطريقة دي. وفجأة بتغير نبرة صوتها وبتكلمها بجدية، وقالت لها إنها لازم تسمعها بعناية، وإنها إذا اتقبض عليها فهي بقت في خطر جامد، وخصوصا إذا اكتشفوا إنها من عامة الناس، فهتتقتل وهيتقطع جسمها القطع وهتتناثر في كل أجزاء القلعة. وإذا كانت هي عاوزة تعيش فلازم تبذل قصارى جهدها. وقالت لها كمان إن بالرغم من إن إيلاي هو كمان من عامة الناس، بس هو بيحمل لقب الدوق، وإن دي فرصة كبيرة ليها إنها تجاري الخطة وتتصرف بطريقة صحيحة وتكون زوجة الدوق، بدل من إنها هتضطر إنها تهرب باستمرار من الجنود لحماية نفسها. ففكرت الخدامة مع نفسها وقالت إن اللي بتقوله أنا صح، لأن العيش كخدامة في القلعة دي كان جحيم، وإن دي هي فرصتها الوحيدة لإنهاء الجحيم ده، حتى لو هتضطر إنها تروح بنفسها لجحيم جديد. وبتبدأ إنها تتناول الأكل بطريقة صحيحة، وبتبصلها آنا وهي مبتسمة وبتقول في ذهنها إن الخدامة أخيرا اتعلمت. وبتكون حاطة ضمادات مزيفة على وشها علشان تبان إنها مريضة، لأنها مش عاوزة الخدامة تفسد أي حاجة، وإن هي اللي تناسب إيلاي فعلا. وكانت بتتفاخر وبتقول إن سيدون أمرها بإنها تتجوز من إيلاي لأن هو ما شافهاش شخصيا، ولو كان شافها ولو لمرة واحدة بس هيعرف إن بنت زيها ما تنفعش تتجوز غير ملك. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وإيلاي كان بيقول إن هو كان بيمزح لما قال لسيدون إن هو عاوز يتجوز، لكن سيدون أخد الأمر على محمل الجد بإن هو لازم يتجوز، لأن سيدون اداله أرض وعلشان كده هو عاوز يربطه بالأرض دي. وكان بيبص للعربية، ووقتها قال إن الزوجة دي مش أكتر من إزعاج بالنسبة له. بعد كده العربية لما بتوصل وجهتها بيقول سواق العربية للخدامة بإن هما وصلوا للقلعة، فبتتصدم الخدامة، بس بعد كده بتفتكر كلام آنا بإنها لازم تتصرف بصفتها بنت من قبيلة الفيكونت، فصححت لنفسها وردت عليه بثقة: تمام أشكرك. وكانت هتخرج من العربية، بس برضه بتفتكر آنا لما قالت لها إنها متخرجش أبدا من العربية إلا إذا جه هو لاستقبالها، وعلشان كده هي قررت تنتظر. كل ده وإيلاي كان بيراقب العربية وتسأل هي ليه مش بتخرج، وبعدها بيفهم إنها عاوزاه هو اللي يروح يستقبلها. وقتها الخدامة كانت جوه العربية وكان قلبها بينبض جامد من الخوف، وكانت بتفكر في الوقت اللي هي هتنتظر فيه علشان تقدر تخرج من العربية. ووقتها بتسمع صوت خطوات، ولما بتبص بتشوف إيلاي وهو جاي ناحية العربية، وفتح باب العربية ومد إيده ليها، ولما بصلها اعتقد إن طولها مختلف، وافتكر إن هو لما شافها مرة واحدة قبل كده هي كانت أطول، ولام نفسه لأن هو اللي وقع نفسه في كده. وافتكر لما كان بيمزح إن هو عاوز يتجوز آنا، وبعدها قال لنفسه إن دي أوامر من سيدون وإنه ما يقدرش إن هو يعمل أي حاجة عكسها. وقال إيلاي للخدامة إن الزفاف هيكون بكرة، وإنها أكيد تعبانة وعليها إنها تستحمى وترتاح، وإن الخدم هيجهزوا لها حمامها، وبيشاور لها على أوضتها وبيقول لها إن هي دي الأوضة اللي هي هتقيم فيها. وبعدها سابها وراح لأوضته، والخدامة دخلت هي كمان أوضتها ولقت فعلا الحمام جاهز. ولما كان هو في أوضته بدأ يفكر في إن هو شم ريحة بنت، وافتكر نفسه وفي إنه في ال3 سنين الأخيرة ما عملش أي حاجة غير إنه كان بيحارب وبس، وعلشان كده كان ناسي ريحة البنات. وما فضلش يفكر كتير وفورا راح لأوضة الخدامة، وهي بتتصدم لما بتسمع صوت وبتبص بتلاقي إيلاي في أوضتها وكان بيبصلها جامد. وقتها هي بتحس بالخوف، وفجأة بيطلب منها إيلاي إنها تستسلم له وتبدأ بخلع ملابسها، فخافت أكتر وبدأت تفكر في اللي هي لازم تعمله. وقالت له إن هو قال لها إن حفل الزفاف هيكون بكرة، وإنه يقدر ينتظر ليوم واحد، وإنها لازم تكون زوجته في البداية. وقالت له إن مهما كانت جذوره فهو دوق حاليا ولازم يتصرف زي النبلاء، وإنه فاجئها. فبيرد عليها بإن مش هيفرق يوم واحد سواء النهاردة أو بكرة، وطلب منها إنها تتوقف عن العناد، ومسك دراعها وأمرها بخلع ملابسها. وهي كانت بتطلب منه إن هو يتوقف عن اللي هو بيعمله، بس هي بتتصدم لما بتسمعه فجأة بيقول إن هو عارف إن هي جميلة جدا لما شافها في القصر لأول مرة. وقتها عرفت إن إيلاي شاف آنا بالفعل، واعتقدت إن هو هيقتلها بمجرد ما يشوفها ويعرف الحقيقة. بس افتكرت آنا لما قالت لها إن إيلاي لو اكتشف الحقيقة فكل اللي هي هتقوله إن آنا مريضة جدا وإن أخواتها صغيرين، وعلشان كده تم إرسالها هي.
وطمنتها بإن إشاعة مرضها انتشرت بالفعل في المملكة كلها، وبالتالي هو مش هيقدر يعمل لها حاجة ولا حتى يقول للملك، وكل اللي هو ممكن يقدر يعمله إن هو هيغضب منها، بس هي بكده هيكون عندها فرصة للبقاء على قيد الحياة. ونرجع تاني للحاضر لما بيكون إيلاي بيحاول يكشف وشها، فبتصرخ الخدامة وبتقول إنها مش آنة، فبيشوف وشها وبيقول صحيح انتي مش آنة، وبيسألها هي مين، فقالت له إن اسمها هو إدنا وهي من عيلة فيكونت، وكملت كلامها بإن عيلتها مش عاوزة تخدعه، بس أنا مريضة جدا وده السبب اللي خلاهم يرسلوها هي بدل من آنة. فبيقول لها إيلاي إن الفيكونت خدعوه بالفعل لما بعتوها هي بفستان الزفاف والحجاب على وشها، وقال لإدنا إنه لاحظ تضحيتها النبيلة اللي هي قدمتها في سبيل الواجب، بس فجأة وهو غضبان بيخنقها من رقبتها وبيقول لها إنك اخترتي الاختيار الغلط، وسألها إذا كانت الإشاعات اللي سمعتها عنه مش مخوفاها، فردت عليه بإن كل الإشاعات دي مش بتعني ليها أي حاجة وإنها ما عندهاش أي اختيار تاني. فاستغرب إيلاي هدوءها وفهم إنها أكيد كانت متوقعة رد فعله ده، فسألها إذا كانت عذراء، فجاوبته بآه، فقال لها إن بنت من النبلاء ما كانتش هتناسب واحد من العامة زيي، وإنه حب وجهها هي أكتر من وجه أنا. فسألته إدنا إذا كان هيقبلها كزوجة ولا كامرأة في سريره، وفجأة بتكلمه بحدة وبنبرة صوت قوية، وقالت له بإن مفيش أي حاجة بتخوفها أكتر من الموت، وإنه لازم يجاوبها إذا كان هيقبلها ولا هيقتلها. فبيقول لها إيلاي إن هو مش بيحب نبرتها، بس بيبتسم وبيقربها منه وبيبدأ يقبلها، فبتعتقد إدنا إنها بقى عندها فرصة إنها تعيش. مع بداية النهار إدنا صحت من نومها وربطت شعرها وخرجت، وإيلاي كمان صحي، وأول ما صحي اشتكى من الضوء الجامد وإنه مش قادر ينام بسبب ضوء الشمس، وبدأ يصرخ على مين اللي فتح الستاير، وبدأ يركز حواليه ولقى ملابسه وحذائه مترتبين جنب سريره، وحس بالغضب وفتح بابه وهو بيفكر في إن 3 خدام لغاية دلوقتي انطردوا من القلعة ولسه كلهم ما اتعلموش إنهم ما يبعدوا عن أوضته. ولما قرب من أوضة إتنا افتكر اللي حصل في الليلة السابقة، وقال إنها كانت بتقول الحقيقة بإنها عذراء، بس هو ما كانش مصدقها، وانتهى بيه الأمر بإن هو يكون قاسي معاها جدا، وكان معتقد إنها لسه في أوضتها وهتخرج بعد ما تهدى. بس وهو ماشي ناحية القاعة بيتفاجئ بإدنا اللي ما كانتش بس بره أوضتها، لأ وكمان كانت بتمسح الأرض. إيلاي كان مذهول واعتقد إنها مثيرة للاهتمام لأنه كان معتقد إنها هتفضل في أوضتها تبكي، وقال لها إيلاي إن الفيكونت واضح كده إن هما بعتوله خدامة بدل من زوجة، فهي ما ردتش عليه وكملت مسح الأرضية، فقال لها إن مش من المحترم إن هما يرسلوها هنا بالملابس دي، فردت عليه إدنا بغضب إن هو اللي قطع لها فستانها، فقال لها إن هو مش بيحب النغمة دي، فلامت نفسها وقالت إن كان المفروض إنها ما تجاوبش على أي حاجة هو يقولها. إيلاي ابتسم مع نفسه وفكر في الليلة الماضية وشبه إدنا بإنها كانت زي شبل الأسد اللي كان بيقاوم بكل مخالبه، وبعدين قال لها إن هما لازم يروحوا المدينة علشان يشتروا ملابس جديدة للزواج بدل فستانها الممزق. فسألته وهي متفاجئة ليه؟ فقال لها ليه إيه؟ هو مش أنا وعدتك؟ فقالت له إدنا إنك لو اتجوزتني هتكون بتحرج الملك، وسألته ليه عاوز يخاطر بجوازه منها، فقال لها إيلاي لأنه أولا وقبل كل شيء هو كان بيمزح بخصوص آنا، وإن هو حب شكلها هي أكتر من شكل آنا، وثانيا إن الملك عاوزه إن هو يتجوز ويستقر، ومش مهم إذا كان هيتجوز آنا أو أي واحدة غيرها، وأخيرا إن هو دايما بيحافظ على وعده. بعد كده إيلاي بيلاحظ حاجة فبيمسك بوش إدنا وبيقول إن في كدمات على وشها وإنها كانت بتتعرض للضرب لأنها خدامة، فهي بتبعد إيده بعيد، فبيسألها إيلاي وهو باصص لها إذا كانت هي خجلانة من تعرضها للضرب هناك، وبيقول لها إن ده فخر كبير ليها. هي ما كانتش مصدقة اللي هي بتسمعه منه وكانت بتضغط جامد على المكنسة، وقال لها إن من اللحظة دي وداخل جدران القلعة هي مش هيحصل لها أي حاجة زي دي مرة تانية. أما إدنا اللي تعرضت للضرب دايما من كل الناس اللي حواليها لأول مرة بتسمع كلام زي ده، وكانت محتارة ومصدومة جدا، وركزت مع نفسها في إن دي المرة الأولى اللي بتشوف فيها وجه إيلاي بطل الحرب القاتل المعروف بإنه راجل قاسي. وفجأة إيلاي بيقطع أفكارها وبيقول لها إن هم لازم ياكلوا الأول لأن في حاجات كتير هيعملوها قبل الزفاف، فلازم يتحركوا بسرعة. فقالت لنفسها إن الراجل القاسي ده اللي عنده شعر أشقر زي ضوء الشمس حاد جدا ومش مهتم حاليا غير بوجبته بس. بعد كده بيستعدوا للخروج، وبتتفاجئ إدنا لما بتعرف إنهم هيروحوا للبلد على ظهر حصان، فقالت بحماس إن مرة فترة طويلة من آخر مرة ركبت فيها حصان. فبيستغرب إيلاي حماسها وبيعتذر لها لأن هو هيخيب أملها لأن البلد ما فيهاش قائد للحصان. فإدنا بتعتذر له وبعدها بتفهم إن هو كان بيهزر معاها،
وحست وقتها إن هو من الصعب جدا إنها تفهمه وإنها تقدر تقرأ أفكاره. ولما كانت هي بتفكر سألها إيلاي ليه لسه واقفة بعيد، وقال لها إن هم اتأخروا بالفعل، وطلب منها إنها تسرع، ومدلها إيده، وهي اتفاجئت جدا ومسكت فيه، وهو سحبها لفوق وقعدت قدامه على الحصان. وبدأ إيلاي يبصلها جامد، فحست بالخجل وشكرته له إن هو ساعدها، بس هو ما ادهاش اهتمام وقتها، وقال لها إن هما لازم يتحركوا حالا. وهما كانوا في الطريق فكرت إدنا في إنها ما توقعتش أبدا إن إيلاي يساعدها أو إن هو يمزح معاها حتى، وحست إن هو عنده جانب لطيف، وافتكرت الليلة السابقة اللي قضيتها معاه، واندمجت مع الهوا ومع حركة الخير، وسرحت بأفكارها بإنها هتروح لمكان بعيد مفيش حد هيقدر إن هو يلاقيها فيه. بس للأسف بمجرد ما بتشوف المدينة أحلامها كلها بتتحطم، لأن كل حاجة فيها بتكون اتدمرت والناس عايشين فيها في بؤس. إيلاي قال لها إن حتى بعد انتهاء الحرب فلسه المدينة مهملة، وإن ما كانش فيها جنود لحمايتها وقت الحرب، وعلشان كده وصل لها المجرمين ودمروا كل حاجة فيها. وبغضب قال إن حالتها بقت أسوأ من ما هو كان متوقع، ولو ما فيش حد اهتم بالبلد دي فهتوصل لدرجة إن حتى العشب مش هينمو على أرضها. بعد كده بينزل من على حصانه وبيقول لها إن من الواضح إن هما مش هيقدروا يلاقوا فستان ليها في البلد دي، وبعدين بيعرض عليها إن هو يساعدها في النزول، بس هي بتكون نطت فعلا من على الحصان وقالت له إن الأمر سهل وإنها مش محتاجة فستان. وبسرعة بدأ الناس إن هما يتجمعوا حولهم وبيطلبوا منهم شيء ياكلوه، وقالت لها واحدة إنها ما أكلتش ولا قطعة خبز حتى من 3 أيام. إيلاي قال لإدنا إنه عاش في البلد دي لفترة من الوقت وكانت بلد غنية وجميلة. حست إدنا بالتعاطف مع الناس وبدأت إنها تلوم نفسها على كل حاجة، واعتقدت إنها هي المسؤولة عن كل ده، ورجعت قالت بإنها مش هي المسؤولة الوحيدة، ولكنها مسؤولة جزئيا عن الأشخاص اللي بيعانوا حاليا. وفكرت في إنها عاوزة تكفر عن خطاياها وعندها الرغبة في إنها تعيد كل اللي خسروا أهل المدينة. وقتها إيلاي كان بيبصلها وحس بإنها عندها قوة وذكاء حاد. بعد كده بيقول لها إيلاي إن جنوده هيرجعوا للبلد من الحرب مع أسرهم، وقال لها إن هو مش ناوي إن هو يستجيب ولا يساعد أهالي البلد دي. إدنا لما بتسمع كلامه ده بتحس بخيبة أمل، ولما بيبان على وشها الزعل بيقول لها إيلاي إن هو ما كانش ناوي إن هو يساعدهم، بس هي تقدر إن هي تعمل كل اللي هي عاوزاه لمساعدتهم. فبتتفاجئ جدا وبتفرح بالكلام، بس بتفكر في إنها مجرد خدامة ومفيش في إيديها أي حاجة تقدر إنها تعملها. وكان إيلاي بيبصلها ومستني ردها علشان يعرف إذا كانت هتقدر تتعامل مع الموقف ده ولا لأ، يمكن يقدر إن هو يتعرف على شخصيتها الحقيقية. فجأة إدنا بتبصله بحدة وبتسأله عن جوازهم وإذا كانت هتكون زوجة للقائد أو لأ، وهو بيعجب جدا بحدتها دي وبيمد إيده علشان يلمس وشها، بس هي بتغمض عيونها وبيبان عليها الخوف، وخوفها ده بيفكره باللي هو عمله معاها في الليلة السابقة. فبيعترف لها بأن هو خلاص قرر إن هو يتجوزها، وإن الزفاف هيكون في كنيسة البلد دي. ولما بيوصلوا لكنيسة البلد المهدومة بيعرفوا الراهب بنفسه، وبعد ما بيعرف إن في حفل زفاف بيسأل إيلاي عن اللي هو هيقدمه له مقابل خدماته، وبيقول له إن هو بيجمع المال من القرويين علشان يعيد بناء الكنيسة ويطعم نفسه. إيلاي لما بيلاقيه بيقول له كده بيغضب جدا وبيجرحه بسيفه في وشه، وبيبدأ الراهب إن هو يصرخ من الألم، وبيصرخ فيه إيلاي بإن هو عارف نوعيته وعارف اللي هما بيعملوه، وإنهم بيقفلوا باب الكنيسة قدام المحتاجين وبيتجاهلوا صرخات الفقراء. ولغاية دلوقتي هو عاوز يمتص الدم المتبقي من سكان المدينة الجعانين علشان بس يملوا بطونهم. إدنا لما بتسمع كلامه بتقول إن كلامه صحيح، وبتفتكر لما هي هربت من القلعة ولجأت للكنيسة وتوسلت لهم علشان يساعدوها، بس هم قفلوا الباب في وشها، وبسبب كده اتقبض عليها وعذبوها وباعوها كخدامة. ومن ناحية تانية لما زارت الكنيسة مع آنا رحبوا بالمرأة النبيلة وقدموا لها أفضل خدماتهم. وبالرغم من إن إدنا بتحمل ضغينة ليهم وكانت عارفة إن لو إيلاي قتل الراهب فإن مفيش حاجة هتضره، حتى الملك بنفسه مش هيعاقبه، بس هي بتمنع إيلاي من إن هو يقتله، وبتقرب من الراهب وبتطمنه وبتقوله وهي مبتسمة إنهم هيبعتوا بعض السلع للكنيسة احتفالا بزواجهم، بس بتأكد عليه إنها عاوزة إن كل حاجة تتوزع بالتساوي بين سكان المدينة المحتاجين. وقبل ما يقول الراهب أي كلمة بتفكره بإنه مراقب من رب السماء ومن القلعة نفسها، وهددته بالقتل إذا لم يلبي احتياجات سكان المدينة. بعد كده إيلاي وإدنا بيتجوزوا في الكنيسة، وقبل ما إدنا تمشي من المدينة ألقت نظر عليها وأقسمت على إنها هتستعيدها مزدهرة مرة تانية. وفي طريق عودتهم سأل إيلاي مرة تانية عن هويتها، مع العلم إن الخدامة المتواضعة الغير متعلمة
ما تقدرش أبدا إنها تستخدم النبرة ولا الكلمات ولا التعبيرات اللي هي استخدمتها وهي بتتكلم مع الراهب في تهديدها. وبكده الجزء الأول بيكون خلص. يا رب القصة تكون عجبتكم، واشوفكم في أجزاء تانية كتير، وما تنسوش إنكم تشتركوا وتعملوا لي لايك. سلام.